السلام عليكم. عاملين ايه يا حلوين؟ لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة، فعلي الجرس واعملي لي لايك وكومنت حلو كده صلي فيه على النبي. يلا بينا نبدأ. ان شاء الله النهاردة هنعمل الفتة المصري بالتركاتي انا بقى كده، وجميلة وتحفة جدا. كملي لاخر الفيديو هتستفادي جدا وهتعرفي الفتة يعني ازاي بتبقى مميزة كده وجميلة. اول حاجة هنا دقينا التوم طبعا في الهون، ما نقدرش نستغنى عنه بتاع اجدادنا. وهنا بقى هنحط معلقتين كده سمنة بلدي، وهنشوح فيهم بقى التوم لحد ما ايه يعني يبتدي ان هو لونه يبقى اصفر كده. هننزل بالخل اهو، هنا نزلنا بالخل. معلش الاضاءة مش واضحة قوي علشان بس كنت بصور والنور قاطع، بس هظبط لكم يعني بعد كده. يعني قبل ما النور ما يقطع هصور لكم ان شاء الله. وهو هنا نزلنا بالخل. هناخد شوية من الدقة دي في طبق كده على جنب، هقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر. وهنحط هنا بقى ايه، هننزل بكيلو من الطماطم ضربينه طبعا في الخلاط ومصفينه كويس جدا. وهنسيبها بقى، مش هنحط غير ملح وفلفل. ولما تتسبك كده هنبشر كده جوزة الطيب، طبعا جديدة دي، بس جربوها وقولولي بس على الريحة كده وانتوا بتبشروا جوزة الطيب تحفة ازاي بجد. يعني ريحة وكمان طعم، الطعم تحفة جدا. جربوها صدقوني مش هتندموا خالص. وهو هنا بقى هنعمل الرز بتاع الفتة. طبعا الرز بتاع الفتة بيبقى رز ابيض مش بشعرية خالص. معلقتين برضو سمنة بلدي كده، وهننزل بالرز بقى اللي احنا غسلينه، هنشوحه كويس جدا جدا. وبعدين هننزل عليه بقى بالشوربة. لو مش متوفر شوربة ممكن مية مغلية عادي من الكتل، ونحط عليها واحدة ماجي. وطبعا بقى الملح والفلفل على حسب احتياجكم يعني. اهو هنا نزلنا بالشوربة. الشوربة طبعا فيها البهارات كلها وكل حاجة وبهريز اللحمة كده، فطبعا الشوربة افضل بكتير. اهو كده احنا معلين عليه طبعا لحد ما يتشرب. اهو كده معاكم اتشرب. هنديله تقليبه برضو، وهنوطي بقى النار خالص ونسيبه ايه براحته كده لحد ما يستوي. وهنا بقى اللحمه اللي احنا سلقناها هنحمرها، اهي اتحمرت في الزيت. وكمان سلطه خضراء. بصوا بقى الحلاوه في الاخر، دي الدقه اللي احنا خليناها قلتلكوا هناخدها ونخليها في الاخر. حطيناها اهي على الفته من فوق، بتبقى تحفه جدا جدا جدا. ممكن كمان اللحمه اللي احنا حمرناها دي تحطوها فوق على الوش كده، تبقى جميله قوي.